السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين ومتابعين يوميات محمد جمال. طبعا قبل ما نبدأ يومنا النهاردة نذكر الله ونقول لا إله إلا الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة طبعا احنا بنصور لكم من سوق الجمعة، يعني رحلة داخل سوق الجمعة. طبعا انتوا عارفين ان سوق الجمعة فيه حاجات كتيرة، من الإبرة للصاروخ. يعني كل اللي انت تحتاجه هتلاقيه في سوق الجمعة. طبعا خليكم معانا والرحلة تبقى طويلة شوية معانا. يلا خليكم معانا. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا دلوقتي في سوق الجمعة. طبعا زحام، بس كل حاجة تلاقيها هنا. زي ما انتم شايفين كده انا برضو نازل بدري، بس طبعا يعني زحمة. قلت انزل قبل الزحمة وبرضو لقيت زحمة يعني. فطبعا خليكم معانا والرحلة لسه طويلة زي ما قلت لكم. طبعا دي جزم. طبعا في برضو هدوم بتبقى اللي هي بتاعت بالة ديت بتتباع هنا برضو. وفي الهدوم، في هدوم جديدة، يعني في ملابس جديدة، وبتبقى رخيصة، يعني تبقى أصلية وحلوة وجميلة، وفي نفس الوقت الثمن بتاعها تبقى رخيص يعني. فاهمين؟ زي ما انتم شايفين كده. برضو اكسسوارات اهيت برضو بتاعت الحمامات والكلام دوت، خلاطات، حرفيات، محابس بتاع، زي ما انتم شايفين كده. خليكم معانا. طبعا هنا السمك هو بجميع انواعه. خلي بالك ربنا بينقي الواحد. ماشيين والله. بص خد زمه على 40 في السوق. طبعا هنا الفسيخ والملوحة والشغل ده زي ما انتم شايفين كده. طبعا والحاجات القديمة والشواحن وريموت التلفزيون. شايفين؟ برفانات بتاع عجل زي ما انتم شايفين كده. والعجل طبعا بتاع الاطفال والشغل ده كله. استنى يا عم ايوه يا باشا، عامل ايه؟ خلطني اعمل كام؟ والله بيبدأ عندي من 140. يا ابن اكتوبر هنا انا هشوف الخلاط بكام. ايطالي ده؟ ايطالي؟ الألماني ده ربع. الماني عايز خلاط ايه؟ الخلاط بيشتغل اهو في الحوض ولا في الحيطة؟ الحوض. قاعد هناك اهي. الاربع لمه ب 30 جنيه وال 12 واط 2 ب 20 جنيه. الحق عرض التوفير. برضه ده رنجة طبعا اهيت وملوحة والكلام ده كله. طبعا عسل ابيض كده برضه بيتباع هنا، كل حاجة. طبعا ده دقاق هنا اللي هو الشنيور والحاجات ديت اهي برضه. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا داخل سوق الجمعة. طبعا حاجات كتيرة اهي، لعب اطفال واكسسوارات قديمة وكده وحاجات كده، مفكات والشغل ده كله. كل اللي انت عايزه تلاقيه هنا في سوق الجمعة، من الابرة للصاروخ زي ما قلت. عجل جديد اهو برضه، مش قديم ولا حاجة. طبعا الموتوسيكلات برضو بتتباع هنا برضو اهي.
بس على ما اظن انها نص عمر يعني، او ممكن جديده متهيألي. جديده، لا جديده، في اللي هو نص عمر وفي الجديد برضه. يا ابني افرس يا ابني. طبعا خواتم فضه، برفانات ومسك والكلام ده كله. السبح اهي. اي سندوتش بالزيت، كفته كفته فوق همبرجر حرام، اي حاجه بالزيت، سندوتش بالزيت. ساعات برضه اهي. طبعا احنا افترينا دلوقتي لسوق الكلاب. طبعا ما اعرفش هو فين بالتحديد في سوق الجمعه، فهنحاول نسال يعني. ده باين على المشوار ده بعيد جدا على فكره. هو بيقولوا تحت الكوبري هناك يعني. طبعا ده جبل المقطم. طبعا الكلب اللي انتوا شايفينه دلوقتي دوت ده خطير جدا، مش عارف اسمه ايه. برضه مجموعة كلاب اهي. زي ما انتوا شايفين كده، لان احنا طبعا رايحين على سوق الكلاب. طبعا بالفعل احنا دخلنا سوق الكلاب اهو. زي ما انتوا شايفين الكلاب دي كلها للبيع. طبعا الكلب ده خطير اهو، انتوا شايفين بيقولوا العضه بتاعته جامده جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا خايفين طبعا نتعض في الليله ديت، ربنا يستر. كلب يفلت من صاحبه ولا حاجه زي ما انتوا شايفين. حاول تشغله شغله. بس الكلب الخطير ده بقلق منه دوت. بقول لك يا صاحبي نوعه ايه ده؟ ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين كده كلاب ايه بس متربطه كلها.
احنا بنكمل دلوقتي الفيديو اللي فصل معانا لاسباب ما يعني. احنا في سوق الجمعه زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما انتم سامعين كده، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه. اللي عايز اي حاجه بيلاقيها هنا، معالق بتاع. طبعا في حاجه بتبقى هنا كويسه وبتبقى مش بايظه يعني. دي طواب جنيه. طبعا فرش السنان دي بيحتاجوها للتنظيف وكده، اللي عايز ينضف حاجه وكده. طبعا ملابس داخليه زي ما انتم شايفين كده. طبعا حاجات اثريه برضو جميله هنا. لازم زعلان كل مره زعلني. عاد واحد مثلا بقى عاد مثلا خد اللي انت عاوزه. كل مره الاثنين لفه ايه كل جمعه تبقى انت. وين الولد؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجات جميله، تحف وانتيكات وحاجات كده زي ما انتم شايفينها. هاخد لك برندايه. خد لك ايه؟ خليجي. هاخد لك قميص جينز. لا ماليش في الحاجات دي. طبعا اللي كان بيتكلم عنه ده، الهدوم دي هدوم مستعمله ومش لطيفه يعني في كده وفي كده، مش كله يعني. طبعا حاجات جميله جدا. خلص تصوير ان شاء الله ونشتري برضو. بس طبعا سوق الجمعة عايز حد واعي وحد ناصح برضو، عشان برضو هنا ما يضحكش عليه برضو، لانه لو نزل اول مرة او الكلام ده كله او ما يعرفش حاجة في السوق هيضحك عليه جامد يعني. زي ما انتوا شفتوا كده في احداث الفيلم بتاع سوق الجمعة، زي ما انتوا شايفين كده. Thank you.
طبعا بناطيل جميله هنا والله يعني. يقول لك اي بنطلون ب 100، طبعا احنا ممكن نوصله ل 80 70 الكلام ده كله. طبعا هنا بيرموا سعر اللي هو السعر الاخير. ليه بقى؟ بحيث ان انت تفاصل معاه وتنزل لسعر انت عايزه وهو برضو راضي عنه يعني البياع هنا بيبقى ناصح يعني، مبقاش اهبل. فهو بيضرب لك سعر عالي بحيث انت تنزل للسعر اللي هو عايزه، وبرضه تبقى انت برضه ماشي وراضي زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بتاسف او اسف لاي لفظ هيطلع من اي حد في الشارع، لان انا بصور طبعا في الشارع زي ما انتم شايفين. دي طبعا الفسيخ والرنجه والكلام ده كله والملوحه. كام البنطلون يا رايق؟ 35 35 35 خلي بقى تلاقي. زي ما انتم شايفين كده برضو ادوات الكهرباء والكلام ده كله. مكن الحلاقه برضو. طبعا انا مش هطلع من هنا الا لما اشتري حاجه يعني، لان بصراحه الحاجات هنا مغريه جدا. طبعا بما اني هنا دايس في سوق الجمعه بقالي فتره يعني من زمان قوي، فعارف الخبايا اللي فيه والدنيا فيه ماشيه ازاي. لان لو زي ما قلت لكم اي حد لسه جاي جديد ما يعرفش سوق الجمعه والكلام ده كله، طبعا ممكن يتنصب عليه والكلام ده كله. فطبعا كل اللي بينزل سوق الجمعه، هو سوق الجمعه جميل وفيه كل حاجه، في كل ما انت عايز يعني، كل اللي انت عايزه من كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. بس خلي بالك عشان ما يتنصبش عليك برضو، في كل مكان فيه الوحش وفيه الحلو. فخلي بالكم برضو من نفسكم. لو حد نازل سوق الجمعه يخلي باله من فلوسه، يخلي باله من محفظته، يخلي باله من الموبايل بتاعه. برضو في حراميه في كده في كده يعني، خلي بالكم برضو يعني، تكون حريص جدا وانت نازل وانت بتشتري. برضو بقى فاصل مع البياع، تحاول تفاصل مع البياع لان هو بيضرب سعر غير السعر اللي هو بيبيع بيه، بيرفعه يعني، بيرفع السعر بتاعه بحيث ان انت عارفك ان انت هتفاصل معاه، فهتنزل السعر اللي هو عايزه برضه زي ما انتم شايفين كده.
على مكابتن على مكابتن. طبعا جواكت الجلد هنا برضه ما تخموش لان في مش جلد يعني، فاهمين؟ طبعا انتهت رحلتنا النهارده من سوق الجمعه. طبعا ده فيديو تكمله للفيديو اللي احنا فصلناه في سوق الكلاب والكلام ده كله، لان احنا شبطنا مع حد من البياعين والكلام ده، اتخانقنا معاه. فطبعا ان انا بصور لكم والله يعني من مناطق يعني شعبيه جامده يعني والكلام ده كله، وبعرض نفس المخاطر والكلام ده عشان خاطركم انتوا. فما تنسوناش باللايك الجميل، تمام، عشان الفيديو يعلى وينتشر، والاشتراك في القناه عشان يجيلك كل جديد. لان طبعا زي ما قلت قبل كده وبقول تاني وبكرر، القناه دي مش هتعلى الا بيكم انتوا، تمام. وانتهت رحلتنا النهارده في سوق الجمعه. مع السلامه.